كانت بتهرب البودرة في الميك اب، القبض على منتجة وخطيبة سابقة للاعب كرة قدم شهير بتهمة الإتجار في المخدرات. إدارة مكافحة المخدرات تمكنت من القبض على المذيعة سارة خليفة، وهي برضه منتجة، زائد إنها عندها ملهى ليلي في دبي. وبتفتيش منزلها طبقا للخبر الوارد تم ضبط كمية كبيرة من المخدرات تقوم بالإتجار فيها، ده على حسب الخبر اللي نزل امبارح. طبعا سارة خليفة كانت مخطوبة، وفي بعض الأقاويل بتقول إن هي كانت متجوزة من لعيب كرة قدم شهير كان بيلعب في الزمالك ودلوقتي بيلعب في الأهلي ومنتخب مصر. طبعا مش محتاجين نقول اسمه لأنه معروف. طبعا عقوبة الإتجار في المواد المخدرة كلنا عارفينها مؤبد، وفي حالة الجلب بتوصل للإعدام. ولكن قضية زي بتاعة سارة خليفة دي من كتر الأخبار اللي نزلت ممكن تخلص على براءة. تحياتي.